ده كان يوم زي أي يوم بدور فيه على حاجة أشوفها قبل ما أنام، لكن المرة دي عيني وقعت على كنز اسمه صنايعية مصر، كنز ثمين اتسجل باسم عمر طاهر، وأنا قررت موقفش القصة عندي واحكيها لك. طيب يا سيدي، يا ترى ايه العظيم في صنايعية مصر للدرجة اللي تخليني أقول عليه كنز يعني؟ الحقيقة إنه من الأعمال القليلة قوي اللي سلطت الضوء على من يستحق، وحط بقى 1000 خط تحت من يستحق دي، لأننا شفنا بعينينا ناس كتير قوي خدت اللقطة وما قدمتش حاجة، لدرجة خلتنا نصدق إن الفالصو بقى له قيمة. ومش بس كده، للأسف بقى فيه كتير بيدور على الطريق السهل بصرف النظر هو ايه، وده طبعا إلا من رحم ربي. وعلى العكس تماما، صنايعية مصر وثق التاريخ اللي كان لازم يوثق، اتكلم عن الناس اللي سابت بصمة وخلت اسم مصر منور، ناس مش متأكدة قوي إذا كانوا اتنسوا ولا هما من الأساس ما خدوش فرصتهم من الشهرة. الحقيقة إن المجهود اللي عمله عمر طاهر علشان يطلع القصص دي للنور مجهود خرافي، لأنه ما راحش للسهل اللي الكل بيشاور عليه، ووقتها برضو الراجل ما كانش حد هيلومه، لكن هو اختار بكامل إرادته يدور على إبرة في كوم قش، صمم يمشي الطريق الصعب عشان مآمن إن نهايته غير. وهنا بقى هسيب عمر طاهر بنفسه يحكيلك. اتعلمت من الشغل على صناعية مصر إن كل الأغاني والأفلام والموسوعات والبرامج والكتب اللي اتكلمت في مجد البلد لسه بتتكلم من على الوش. اتعلمت إن قصاد كل اسم بنوثق نجاحه وعظمته في 100 اسم وقعوا مننا بس ملحوق. اللي يهمني احكيهولك هو ما وراء القصص، أما القصص والشخصيات لازم تسمعها منه. رحلات البحث في الصنايعية في حد ذاتها تستحق تتحكي، في منها اللي بدأ بسؤال فضولي عن مين اللي أكل مصر الشوكولاتة، وبعد بحث كتير موصلش فيه لحاجة جاتله الإجابة في حماس موظف استلم شغله لأول يوم. يمكن انت تحسبها صدفة، لكن أنا بشوفها النهاية المتوقعة لأي سعي. ورحلة تانية كان بطلها علوي الجزار، رجل أعمال ناجح بالفطرة، فضل يذاكر لحد ما طلع بكوباية شاي تعدل مزاج المصريين. وده ما كانش أي نجاح كده، احنا بنتكلم عن مشروب له خصوصية عندنا، لكن انت برضه مش بتتكلم عن أي حد، ده راجل بيتحول التراب في ايديه لدهب. ورحلة كانت بمثابة رد الجميل للمهندس عادل جزارين، الراجل اللي صنع عربية متأيفة على ميزانية المواطن المصري. ورحلة البطاطس الشيبسي، الرحلة اللي جات لعمر طاهر لحد عنده كأنها بتقوله أنا استحق أكون في الصنايعية. وغيرها وغيرها، رحلات بحث توصلنا لنتيجتين مهمين قوي، إن اللي يدور على حاجة بصدق مصيره يلاقي، وإن الإيمان بالفكرة هو أول طريق في تحقيقها. أما على صعيد الصنايعية فدول بقى قصة لوحدهم. وانت بتتنقل بين صفحات الكتاب أو حلقات البرنامج هتشوف تاريخ صنايعية حبوا البلد من قلبهم وكانوا عايزين يعملوا حاجة عشانها بجد. تصدر منشطات الجرايد مش هو المراد من سعيهم، وعشان كده أنا عارفة إن مهما اختلف سنك هتبقى عارف شكل إزازة كولونيا 5 خمسات، وخدت أسبرين ريفو ولبست الجزمة الباتا، وبنسبة كبيرة كده دوست بنزين لأول مرة في حياتك على عربية 128. لكن يجوز جدا ما تعرفش مين الأبطال اللي ورا المنتجات دي، رغم إنك متفق معايا هو إن هم جزء لا يتجزأ من ذاكرتك. الأبطال دول صدقوا إننا نقدر نعمل منتج ينافس المنتج الأجنبي، بل ويكسبوا لو نزل قصاده في السوق كمان. ودلوقتي تعالى أعرفك عليهم، لكن خلينا متفقين اللي هقولهولك نقطة بحر في جمال الكتاب وحلاوة البرنامج. ده يا سيدي بطل سويسري الجنسية، لكنه حب مصر على طريقته وقرر يدوق ولادها طعم الشوكولاتة. وده وزير اتحط في مكانه المناسب في عمل ثورة في وزارة التموين، وخلق حالة وعي بين الناس لدرجة تخليهم يحطوا ايديهم في ايدين الحكومة. خبر لو قريته دلوقتي في الجرايد تقول خيال علمي، لكنه حصل على ايدين صنايعي مصر. ومش بس هو، 2 أبطال خرجوا من الحرب بخسارة تقسم الوسط، لكنهم وبرغم الألم ده ما استسلموش، وعلى العكس تماما خرجوا بحلم جديد وفضلوا وراه لحد ما بقى حقيقة، وبقى أي بطاطس جوه أي كيس وعليها أي اسم اسمها بطاطس شيبسي. صناعية مصر على قد ما هيفرجنا على أصحاب تجارب ناجحة، هيفرجنا أكتر على تاريخ تاني لحياة المصريين. كل سطر عينك هتعدي عليه في الكتاب هيخليك تحس انك عايز تقابل الناس دي وتشكرهم بنفسك، وهتفهم كويس قوي ان بلدك مليانة كنوز لسه محدش اكتشفها. واحنا دلوقتي في فترة محتاجين نجدد فيها الثقة في صنع في مصر، احنا لسه صنايعية واسطوات لا يستهان بيهم، وده نداء مني لكل الصنايعية. القصص عمرها ما كانت اساطير، حولوا بايديكم القصص لواقع بشوية مجهود ونية.
الحقيقة إني وأنا بقلب في صفحات الكتاب وبتابع حلقات وعيني وقعت على صنايعي تاني مستخبي بين السطور، عمر طاهر، اللي بيتعالج من الحنين بالكتابة والكلام عن ذكريات وقصص عدة. صاحب رحلة بحث مش هينة على الإطلاق، ملحمة توثيق تشيله من خانة الكاتب الشاطر لقسطة في المهنة مستريح. راجل بيلاقي سعادته في النكش والدعبسة، بيحس بانتصار لما عينه تقع على معلومة في نص سطر حتى لو لقاها بعد تدوير في أرشيف كامل. راجل معطلش لما جوجل قفل الباب في وشه، ده عمل كوباية شاي وقرر يعلم محركات البحث الشغلانة. مجهود رجع أهل الصنايعية يفرحوا إن لسه في ناس فاكراهم، وإن أخيرا حد أدرك إن قصصهم تستحق تتحكي. أحلى طريقة لإحياء ذكراه إن إحنا نكتر إنجازاته ونكتر أيام جميلة كانت معاه. الطريق الطويل اللي مشيه عمر طاهر ده ونفسه ما اتقطعش يوصلنا لنتيجة واحدة، إن اللي يكتب صنايعية مصر ما ينفعش أبدا يبقى أي حاجة غير صنايعي. واجمل حاجه في معاركه انه كان بيحارب علشان حلم ينفع الناس.